في مقولة أجنبية بتقول your diet is a bank account good food choice are good investment، وده معناه إن النظام الغذائي عبارة عن حساب بنكي، كل اللي هتودعه فيه أو كل اللي هتدخله جسمك هو الاستثمار بتاعك، وهو اللي هيظهر النتيجة بتاعته أو الريزلت بتاعه عليك. نيجي هنا للسؤال المهم واللي سألنا عليه المرة اللي فاتت، هل أنا ممكن أخس من غير دايت؟ الإجابة والطريقة هتكون من خلال إنك بتعمل تراكنج لنفسك، بتعمل تتبع لنفسك بمعنى أصح. في خلال الأسبوع دوت أنت بتعمل تيبل من 2 عمود، في العمود الأولاني بتكتب كل الحاجات بتاعتك اللي أنت بتعملها، وفي العمود الثاني اللي قصاده بتكتب أنت متفق معاها ولا محتاج تغيرها، وبتبتدي تشتغل على النقطه دي. وهنقول ان انت هتحط هدف مستحيل توصل له بعد شهر او شهرين او 3، والهدف ده مثلا محتاج وليكن سنه عشان تحققه، لكن في الاول انت هتبدا بالتدريج تحقق فيه 50% 60% 70% لحد بعد سنه مثلا، او الوقت المحدد بالنسبه لك اللي انت هتكون وصلت له وحققت فيه التارجت بتاعك بنسبه 100%. صدقني الطريقه دي مفيده جدا وهتساعدك جدا تغير من اللايف ستايل بتاع حياتك، لان بمجرد ما اللايف ستايل بتاع حياتك اتغير، صحتك العامه بشكل عام اتغيرت، شكل جسمك اتغير، عمليات جسمك الحيويه هتلاقيها هي كمان اتغيرت واتحسنت للافضل. الطريقه دي بتعتمد على هدفين، الهدف الاولاني الهدف الظاهري اللي انت بتحاول تعالجه، لكن الهدف اللي احنا هنشتغل عليه وهو الهدف الباطني اللي هو هيتحقق في السكه من غير ما انت ما تحس. المطلوب منك من خلال الجدول اللي انت هتعمله انك تحسن من الاكل اللي بيخش لجسمك وتاخد مكانه اكل هيلسي. مش هجبرك بكميات، لكن هطلب منك انك تخلي في اللايف ستايل بتاع حياتك او في طريقه حياتك او في اسلوب يومك ان انت يبقى في شويه رياضه، نص ساعه مشي او ساعه في الجيم او حتى في البيت تقدر تتمرن فيهم وتحرك جسمك فيهم، مع ان الاكل هيبقى هيلسي بس وانت هتحدده بالكميات اللي انت محتاجها. هتلاقي نفسك بتبتدي جسمك بيتحسن، ولو وزنك زايد تلاقي نفسك بتبتدي تخس. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان الفيديو الجاي هقول لك ازاي تخس وانت نايم.